سلام الله عليكم إخواني المتتبعين في فيديو جديد. إليكم أبرز العناوين. بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب يواصل جهوده الرامية إلى جلب الاستثمارات. فبفعل اتفاقيات الحزام والطريق الموقعة بين المغرب والصين، والتي تروم إلى تنفيذ مشاريع ضخمة في المغرب، فبموجب هذه الاتفاقية أعلن المدير العام لشركة شونغهاي تيك إنشاء أكبر مصنع لصناعة السيارات الكهربائية بالمغرب. وفي موضوع آخر، تحدثت التقارير على أن الجزائر ماضية في طريق الإفلاس بسبب اعتماد مداخلها على البترول والغاز وعدم الإسراع للدخول في عالم الصناعات الثقيلة. هنشوف معكم أهم التفاصيل، ولكن رجاء دعمكم لنا ضروري لنواصل تقديم الجديد. إن أعجبكم الفيديو اضغطوا على لايك ودونوا آراءكم وفعلوا زر الجرس فضلا وليس أمرا. يواصل كل من المغرب والصين طريقهما لتفعيل مبادرة الحزام والطريق، وذلك بوضع الحجر الأساسي لتعاون اقتصادي صيني مغربي يصبو إلى إنشاء أضخم مصنع لصناعة السيارات الكهربائية في القارة الإفريقية بتكلفة مالية تقدر بحوالي 65 مليار درهم، ومن شأنه أن يوفر حوالي 30 ألف منصب شغل في غضون ال10 سنوات القادمة. فقد تم توقيع هذه الاتفاقية بين كل من الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار محسن الجازولي والمدير العام للشركة الصينية هوشين هايتيك، خلال حفل خصص لتعزيز التعاون بين المغرب والصين في مجال القطاعات المرتبطة بالطاقات المتجددة. فالشركة الصينية تهدف إلى إرساء منظومة صناعية قوية بالمغرب لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ومنظومة تخزين الطاقة من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية الخام مثل الكوبالت والفوسفات، والتي تعد من بين المواد الأساسية لتصنيع البطاريات الكهربائية. فقد أشاد المدير العام للشركة الصينية بالموقع الاستراتيجي للمملكة المغربية والسمعة الطيبة التي تتوفر عليها سواء على المستوى الاقتصادي والسياحي، زيادة عن مؤهلاتها على المستوى البنيات التحتية، زيادة على كون المغرب أضحى من بين الرواد في صناعة السيارات في القارة الإفريقية. فالمغرب يصبو لكي يدخل نادي الدول المصنعة للسيارات الكهربائية محليا، والاستفادة من الموارد الطاقية الهامة التي يتوفر عليها المغرب من شمس ورياح، وعدم إهدارها من أجل تخزين وتوفير الطاقة الخضراء لعموم السكان في المغرب. فالمغرب عازم على دخول عالم صناعات السيارات الكهربائية بقوة ومواكبة التحولات التي يشهدها العالم. وفي موضوع آخر، تحدثت التقارير على أن الجزائر مهددة بالإفلاس بحلول 2029، وتنبأ مركز الدراسات والتفكير والمركز الفرنكوفوني على أن الجزائر ماضية في طريق الإفلاس بسبب اعتمادها الكلي على مصادر النفط والغاز، والتي بدأت أسعارها في الانخفاض والرجوع إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية. فالاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كلي على الهيدروكربونات، حيث أن 90% من مداخل الاقتصاد الجزائري هي من مبيعات الغاز والبترول، على عكس المغرب الذي ينوع من مصادره من العملة الصعبة، وأضحى معادلة صعبة في الصناعات الثقيلة في القارة الإفريقية. فحسب البنك الإفريقي للتنمية، فالمغرب يحتل الرتبة الثانية من بين الدول الإفريقية في التصنيع، فيما الجزائر تحتل الرتبة 11. وتحدث التقرير على أن المغرب ماض للتربع على عرش الصناعة في القارة الإفريقية في السنوات القادمة. فالمغرب دخل بقوة في مجال صناعة السيارات والطيران وصناعة الأسلحة والنسيج، زيادة على توفره على قطاع فلاحي مهم وكذا السياحة، الشيء الذي سيجعل منه قوة اقتصادية لا يستهان بها في قادم السنوات. فبفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطاع المغرب جذب استثمارات مهمة في مختلف المجالات وتحقيق طفرة اقتصادية مهمة، على عكس السياسة الجزائرية التي ما زالت تفتقد إلى الحنكة والنضج السياسي والعقلانية للقيام بإصلاحات لازمة للدفع بالعجلة الاقتصادية إلى الأمام، وعدم الاقتصار على مداخل النفط والغاز.
فهل في نظركم يستطيع المغرب أن يتربع على عرش الدول المصنعة للسيارات الكهربائية؟ وهل الجزائر فعلا ستتعرض للإفلاس؟ آراؤكم وتفاعلاتكم تهمنا، فمزيدا منها.